دوري المجموعتين اخباره ايه؟ لا مفيش حاجه اسمها دوري مجموعتين يا كابتن شوبير خالص، مظبوط تماما. انت تعلم ان كره القدم احنا بنتقدم مش بنتاخر، احنا عملنا دوري مجموعتين في وقت من الاوقات بسبب ظروف عدم يعني الاستقرار اللي كان موجود. الحمد لله مصر مستقره. يمكن من الحاجات الطيبه للبطوله العربيه ان هتتلعب على 3 استادات بجمهور، وان في دول عربيه كثيره هتشترك في اسماء دول عربيه. نعم. ما بتكلمش على معلش الخط قطع مع الكابتن مجدي عبد الغني، هنجيبه مره تانية لانه مهم جدا نتعرف على باقي القرارات اللي اتخذها الاتحاد المصري لكره القدم النهارده. بالمناسبه كمان تم التعرف على تقرير كابتن محمود عاشور حكم مباراه الاهلي والانتاج الحربي. لحد ما جينا الكابتن مجدي عبد الغني تاني قال بالظبط. طب رجعنا الكابتن مجدي عبد الغني مره تانية. بعتذر يا كابتن مجدي على هذا الانقطاع المفاجئ. التليفون قطع لوحده. معلش عادي دلوقتي، ما انت لازم المكالمه تعملها على 4 مرات. حاجه صعبه مفيش مشكله يعني جدا. طيب بنتكلم على البطوله العربيه. انت قلت لا دوري المجموعتين، خلاص ده كلام حلو جدا. مميزاتها اقول لك يا كابتن. نعم يا كابتن. من مميزاتها ان هي هتتلعب على 3 استادات وهيبقى في جمهور وهيبقى في دول عربيه تشترك فيها، وبالتالي تدي يعني تدي انطباع جيد ان احنا قادرين على تنظيم بطوله يعني موجودين. لكن طبعا موضوع المجموعتين ده مرفوض تماما مع الناس، ومن الناس بالذات اللي انت عارف ان يعني مجموعتين ده معناها يعني انت تقتل كره القدم. وانت فاكر لما عملنا المجموعتين حوالي 3-4 سنين كان الدوري باهت جدا ده صحيح. طيب له اي طعم يعني.